العربيات واحده من اشهر وسائل النقل اللي موجوده في عصرنا الحالي ومتطوره اول باول، لازم يكون فيها تطوير. العربيات سواء عربيات ملاكي زي دي او اتوبيسات او حتى عربيات نقل، فهي وسائل نقل او مواصلات بنعتمد عليها في يومنا العادي بصوره كبيره جدا. انا مؤمن الوزير، وفي الفيديو ده هعلمكم ازاي تشتروا عربيه مستعمله وتفحصوها بصوره دقيقه 100%، لان طبعا احنا عارفين شراء العربيات ده هو يعني قرار، يعني بيبقى الى حد ما قرار صعب شويه، وان انت عشان تشتري عربيه فبيبقى قرار تقيل. للاسف هي تجاره العربيات طبعا تجاره مربحه جدا، فيها غش كتير، فطبعا انت عشان تشتري عربيه مستعمله يا اما هتلاقيها صفقه ربحانه وكويسه، يا اما للاسف صفقه خسرانه ووحشه. اتفرجوا على الفيديو ده للاخر عشان تتعلموا ازاي تفحصوا عربيه مستعمله صح بطريقه سليمه 100% ومحدش يضحك عليكم. ويلا بينا. قبل ما نبدا فيديو النهارده حابب افكركم تعملوا اشتراك في القناه لو مش مشتركين، وفعلوا زر الاشعارات عشان يوصلكم اشعار بكل جديد، ولو بتتفرجوا على الفيسبوك يبقى اعملوا لايك وفولو للبيج، وكمان هتلاقوا اكونت الانستجرام بتاعي بينزل عليه اخبار العربيات اول باول. الطريقه اللي هعلمكم بيها فحص العربيات المستعمله دي يعني تعتبر طريقه لو انت شخص مبتدئ وما عندكش خبره في العربيات قوي، فانت هتحتاج ان انت تاخد العربيه تعمل عليها التشيك ده، يبقى زي فحص مبدئي ليك. هتشوف فيه العربيه تمام، هل العربيه تمام وتستاهل ان انا اخد العربيه ان انا اروح اصرف عليها فلوس وادفع عليها ثمن كشف في مركز متخصص وفني متخصص يفحصها لي، عشان تتاكد برضو ان انت ما تخمتش، يبقى انت كده دي تمام بالنسبه لك. لو انت شخص عندك خبره شويه في العربيات يعني عملت الفحص اللي انا هقول لك عليه ده، فباذن الله انت تشتري عربيه وانت مطمن 100%، مش محتاج ان حد يعيد على كلامك تاني. طبعا انا بنصحك في الاول وفي الاخر ان انت تشيك على العربيه، لو انت شخص مبتدئ تشيك على العربيه تاني في مركز يعني في مركز متخصص، عشان ما تضحكش عليك يبقى انت رميت فلوسك في الارض برضه، يعني اللي هو ايه، الاحتياط واجب في الاول وفي الاخر. بالنسبه لفحص العربيه، فاحنا هنفحص العربيه كالاتي: هنفحص العربيه اولا من الخارج، بعد كده نفحص العربيه من الداخل يعني الدواخل بتاعت العربيه، وبعد كده نفحص الميكانيكا بتاعت العربيه، ومن بعدها الصالون، واخيرا هنجرب بقى العربيه على الطريق ذات نفسه، ونشوف العربيه ماشيه كويس على الطريق، فيها اي حاجه اي مشكله ظاهره وهي ماشيه على الطريق ولا لا. نيجي لاول فحص عندنا وهو الفحص الخارجي للعربيه. هنشوف فيه العربيه من بره عامله ازاي. في الاول خلينا هنلف الاول حوالين العربيه بشكل كامل، نشوف العربيه وقفتها عامله ازاي. هي العربيه واقفه كده تحس ان العربيه مهكعه، ولا العربيه واقفه وشاده حيلها وصالبه حيلها كده، فالعربيه يعني من اولها كان العربيه شكلها تمام ويوحي ان العربيه ايه، بخير يعني. فاولا هنلف حوالين العربيه زي ما قلنا، هنلف حوالين العربيه كلها من كل الجوانب، نشوف العربيه عامله ازاي، فيها خبطات، فيها اي حاجه شكلها مش مظبوط او لا. دي اول حاجه احنا هنعملها. بعد كده نبدا ان احنا نسال الاونر بتاع العربيه او اللي بيفرجنا على العربيه، هل العربيه دي رشه ولا فابريكا. العربيه سواء رشه او فابريكا لازم نفحص، يعني هو لو قال لك فابريكا ما تاخدش برده الكلمه من بقه زي معلقه الذهب، لا. بعدين في يعني في جملتين عايزكم دايما تحطوها حلقه في ودانكم. اول حاجه وان هي يعني الكتاب بيبان من عنوانه، والجمله الثانيه وهي انك ما تحكمش على الكتاب من غلافه. فطبعا لو حتى لو صاحبها قال لك ان العربيه فيها كل حاجه يعني كل حاجه سليمه و100 فاحنا برده لازم نفحص وراه. هنبدا بقى نفحص العربيه دي ازاي. نفحص اصلا العربيه الاول، هنسال صاحب العربيه دي هل العربيه رشه او فابريكا. لو قال لك العربيه رشه مثلا، طب رشه ايه اجزاء ايه، هنبدا ان احنا ندقق فيها قوي. طب العربيه دي رشه واخده معجون ولا على اللحم. قال لك مثلا رشه واخده معجون، او حتى برده لو قال لك من دام العربيه رشه حتى سواء قال لك على اللحم او على معجون، لازم ان احنا نفحص. وهنفحص ازاي بقى العربيه دي واخده معجون او لا، او نعرف سماكه الموضوع ده. هتيجي بطرف ايدك كده تسمع كده هل العربيه دي لو الصوت ده كده صوت رنان. لو الصوت بتاع العربيه مكتوم، العربيه دي طبعا ما فيهاش اي حته معجون ما شاء الله، يعني مش عارف ان انا اقول لكم، بس انت تلاقي الصوت بتاع المعجون بيطبل، انما الصوت ده كده الصوت بتاع يعني صوت رنان. فمعنى كده ان مثلا الكبوت ده اكتر حته الكبوت بيتخبط فيها الجزء الاولاني ده. طول ما انت ماشي اهو الصوت كله رنان، ده اكتر اجزاء الكبوت بيتخبط فيها. تمام. كمان برضو نقطة مهمة لازم نبص عليها واحنا بنبص على وش العربية من قدام، هنبص على الفروقات بتاعة الصاج عموما. فهنبدأ أول حاجة إن احنا نبص على الفروقات بتاعة الكبوت والرفرف من هنا، الفروقات من هنا، يعني هتمشي على الفرق من هنا تشوف زي الفرق من الناحية التانية، هنلاقي إن الفرق ده واحد، الفرق زي الفرق بتاع الفاصل ما بين الكبوت والرفرف واحد من هنا وواحد من الناحية التانية. هنبص على الفوانيس مع الاكسدام أو الفوانيس مع الرفرف، هنبص عليها هل هي من هنا مستوية ومظبوطة ولا لأ. يعني هنا برضو الرفرف والاكسدام هنلاقي إنها مظبوطة، خلاص هنروح نبص الناحيه الثانيه برضو نفس الكلام، هنلاقي من هنا الفروقات بتاعت الفوانيس والرفرف والاكسدام والرفرف والفانوس الثاني والاكسدام من هنا، هنلاقي كل ده مظبوط، يعني الوش ده مظبوط ما فيهوش اي لعب. دي كده برضو نقطه كمان لازم نركز فيها. ندخل بقى على الجنب بتاع العربيه. نيجي بقى للجنب بتاع العربيه زي ما قلت لكم، هنا الاكسدام والرفرف مظبوطين والفانوس مع الرفرف مظبوط وكل الجنب من هنا مظبوط. هنبص برضو الرفارف دي نعرف بقى برضو واخده معجون او لا. بقى ايه بترن. اكتر مناطق الرفارف تاخد فيها معجون الجنب ده، الجزء ده، كل ده كده تمام.
طبعا السوكه هي ماشيه ميه واحده. لو العربيه دي رشه بقى، معلومه ليكم، لو العربيه رشه لازم ما تقفش غلطه على الصنايعي، سواء العربيه دي لو مثلا على سبيل المثال لو رشه، هتلاقوا البويه في الشتاء لما العربيه تبقى لسه مرشوشه، البويه في الشتاء بتلاقيها عامله زي الصدفيه، يعني تلاقيها عامله زي بيسموها صدفه حتى في البوياجيه، هتلاقي لازم العربيه هتلاقي فيه كور زي البويه كده عامله زي دوائر صغيره. اما لو العربيه برده رشه عادي بقى، سواء في الصيف او اي حاجه، لازم تمسك غلطه على الصنايعي، سواء ان انت هتلاقي رذاذ، يعني هتلاقي الرفرف ده مثلا هتلاقي فيه بويه مثلا فيها رذاذ، فيها سايل، فيها تسهيله، لازم ما تقفش على الصنايعي غلطه، بس محتاج ان انت تركز فيها قوي. فبيبان كمان فرق اللون، يعني ممكن تلاقي فرق لون لو جزء رشش وجزء لا، هتلاقي في فرق لون بينهم، فمحتاج ان انت تكون دقيق في الجزء ده. زي ما قلنا اللي هنا مفيش اي معجون، يعني الصوت كله رنان اهو، ده كده كل ده الرفرف ده كده سليم، مش محتاج ان انا ابص عليه تاني. الابواب برضو الميه دي، يعني الخط ده كله كده لحد اخر العربيه، ده اكتر جزء ممكن العربيه تتخبط فيه اهو، كل ده الصوت رنان. لو سمعت الصوت بيطبل يبقى اعرف ان تحتيه معجون. كل ده اهو ما فيهوش اي حاجه ما شاء الله، يعني اهو كل ده تمام. يعني حتى هنا نلاقي ايه حاجه بسيطه خالص اصلا مش مأثره عليها او خرابيش، ده سهل، الكلام ده كله بيتعمل بكومباوند او بولش او حاجه. كل ده اهو ما فيهوش اي حاجه. برده الجزء ده مهم قوي، الرفرف اهو مش هنسمع فيه اي حاجه، مش هنسمع فيه تطبيل، كله صوت رنان. القوايم اهو هنا الجزء ده مهم قوي، بص هنا اهو الصوت كله اهو رنان. السقف اهو سامعين كده، مفيش اي معجون خالص يعني اهو تمام. نرجع بقى نبص على ظهر العربيه، وطبعا واحنا واقفين هنا حاجه كمان لازم نبص على فرق الباب والرفرف، تشوفوا من هنا زي الجنب التاني ولا لا. برضو نفس الكلام هنا، القايم بتاع النص او الفرق ما بين البابين باين هنا ان هو ميه واحده، ما فيهوش اي لعب خالص ولا الابواب فيها اي حاجه خالص، فمعنى كده ان ده الكلام ده تمام. من هنا برضو ما فيش اي لعب. برضو نفس القصه هنا، فرق بين الباب والرفرف من هنا، هنقارن بالناحيه الثانيه، احنا هنشوف الجنب ده، هنرجع نقارن على الجنب الثاني نشوف هل الكلام ده مظبوط وسليم ولا لا. برضو العتبه بتاعت العربيه مش شايف ان فيها اي حاجه، يعني باين كده من بعيد السكه اللي تحت مظبوطه والعتبه من تحت مظبوطه مع الباب، فما فيش اي مشكله فيها. خلينا نرجع ورا بقى ونبص على الظهر بتاع العربيه ونشوف برضو ظهر العربيه عامل ازاي. نيجي بقى لظهر العربيه، خلينا برضو هنفحص الاول فرق ما بين الرفرف الخلفي ده والشنطه. هنلاقي ان باب الشنطه اهو الفرق من هنا زيه زي الفرق من الناحيه الثانيه، لازم ناكد من هنا هل الفرق من هنا زي الفرق من هنا ولا لا. هنلاقي الدنيا كلها واحده. الفانوس الخلفي مع الرفرف اخباره ايه، هل في فرق هنا مش مظبوط ولا لا، يعني هنلاقي الدنيا كلها ماشيه تمام. هنقارن بالناحيه الثانيه، لو الفانوس او العربيه فيها خبطه او اي حاجه لازم هتلاقي في حاجه غلط، يعني هتلاقي فروقات ناحيه فرق عن ناحيه، يعني ناحيه فاتحه من هنا والناحيه الثانيه قافله، هتلاقي الدنيا مش مظبوطه. فلازم احنا نركز قوي في النقط دي، هي نقط صغيره ولكن بتفرق جدا. باب الشنطه ذات نفسه اهو كل ده اهو بيرن، ما فيهوش اي معجون، كل ده ما فيهوش اي معجون. فاحنا نعرف كده ان العربيه دي كده فابريكا. ركزنا لازم نركز على جزء، هل الشنطه دي لو انا شايف ان الشنطه دي رشه هبص عليها دقق عليها قوي، امشي ايدي عليها هتحس بتكه الرذاذ تحت ايدك، هتحس بالرذاذ تحت ايدك لازم هتحس فيه. فالموضوع ده كده تمام، يعني كده الشنطه دي كده تمام، انا بمشي ايدي اهو على الشنطه بالراحه حاسسها مفيش اي حاجه خالص. هنا مفيش اي حاجه، العربيه فابريكا باين اصلا ان هي ما فيهاش اي رشه او اي حاجه. جينا بقى للجنب ده برضه هنفحص نفس الكلام، هنمشي على القوايم وهنمشي على الرفارف والابواب، هنسمع كل حاجه ايه ما فيهاش ولا تكه معجون. لحد الرفرف هنا كل ده ما فيهوش سنه معجون. القوايم نفس الكلام برضه. هنبص برضه هنا فرق الباب من هنا مع الرفرف مظبوطه ميه واحده ولا كلمه. من هنا كل ده نازل ميه واحده برضه، ما فيهوش اي حاجه ولا تريحه ولا اي حاجه. هنا نفس القصه تمام. هنشوف قفله الباب نفسها عامله ازاي. يعني انا فتحت الباب اهو، نقفل الباب كده نشبطه بالراحه، تشوف هو مفتوح، يعني هو اسمع كده هل في الباب بيحشر مع الكالون وهو بيقفل، تسمع الصوت اهو، الباب بيقفل بكل نعومه اهو، كل نعومه. لو الباب العربيه او على فكره العربيه لو فيها شغل سمكره في الاغلب الابواب ما بتبقاش مظبوطه، فهتيجي تقفل الباب تحس الباب بيتخانق مع الكالون وهو بيقفل، الصوت بيحشر اهو ولا اي حاجه. الباب الخلفي كذلك نفس الكلام اهو، ما بيحشرش اهو. حط يعني حتى حط ودنك على الباب وانت بتسمع اهو، تلاقي ما فيش اي حاجه، قفله الباب مظبوطه. كل الكلام ده تمام. احنا كده فحصنا الجزء الخارجي للعربيه من ناحيه الصاج. نيجي بقى لنقطه ثانيه مهمه، الكاوتش.
حاله الكاوتش عامله ازاي. شوف الكاوتش بتاع العربيه ده تاريخ انتاجه امتى. انا سبت لكم، كنت عامل قبل كده فيديو عن الكاوتشات، هنزل لكم يعني، هتلاقوا الرابط بتاعه موجود فوق، موجود تحت في الديسكربشن، وهيظهر لكم في الاي دلوقتي. هنشوف الكاوتش الاول مقاس كام، حاله الكاوتش عامله ازاي. ما شاء الله الكاوتش اللي معايا ده باين ان هو زيرو يعتبر، ما فيهوش اي مشكله. هنشوف تاريخ الانتاج بتاع الكاوتش امتى. ما هو الكاوتش تحت عندي هنا 08/21، يعني معمول في الاسبوع الثامن في سنه 21، فالكاوتش ده لسه شغال ولسه بحالته ما شاء الله. هنرجع على الاربع كاوتشات بنفس الكلام. هنبص على نقطه كمان برضو بتبين لنا العربيه دي مخبوطه قبل كده او لا، وهي الفوانيس. هنجيب كده نبص على ظهر العربيه مع بعض، او هنبص على وش العربيه سوا، هنشوف هل الفانوس ده زي الفانوس من الناحيه الثانيه الاثنين بنفس الحاله، ولا واحد شكله مطفي كده ومشبر، وواحد تاني شكله نظيف ومظبوط. فهنشوف الكلام ده بيبان. مش عارف هل العربيه دي مش هنعتقد، لا مش هنلاقي هنا اختام، ممكن نلاقي الاختام بتاعتها موجوده على الفانوس من جوه. هنبص برضه زي ما هنبص على الفوانيس اللي ورا، هنبص على الفوانيس اللي قدام، هنبص على الازاز، ان الازاز برضه مهم جدا وبيكشف لو العربيه دي كانت مخبوطه او لا. لو الازاز ده مش فابريكا، يعني هتلاقي دايما الازاز الفابريكا بتاع العربيه، يعني العربيه دي عشان الوكيل بتاع شركه الامل اوتو، هتلاقوا هنا ايه الختم بتاع الامل اوتو BYD، ده الازاز الاوريجينال بتاع العربيه. لازم هتلاقي الختم بتاع الشركه الام موجود على الازاز. لقيته بقى جريش، امان، ايا كان نوعه، فاعرف ان الازاز ده اتكسر قبل كده. فانت هتركز في النقطه دي، هتشوف العربيه اتكسر ايه، يعني ايه السبب اللي خلاه يتكسر. نيجي بقى للجزء الثاني في الفيديو ده، وهو الدواخل بتاع العربيه او فحص الداخلي للعربيه، او فحص الدواخل بمعنى ادق. هنبص بقى على دواخل العربيه دي الاول عامله ازاي. خلوني الاول اشرح لكم اماكن تقطيع وتركيب الانصاص في العربيات، يعني ربنا يبعدها علينا. المهم عندك اول جزء السقف، ده اكتر حاجه. السقف بيتقطع من الجزء ده كده، يعني بالميه دي كلها كده، بيتقطع من هنا او بيركب من هنا ومن هنا. ولو جينا فتحنا الباب ده بيركب من هنا، يعني القايم بيتقطع من هنا، يعني من فوق من شويه من هنا كده. كل دي كده بتركب قشره السقف، بتركب من الجزء ده. وفي ناس ثانيه قشره السقف ذات نفسها ممكن تركب من المزراب ده، لو في حاله ان السقف نفسه او القوايم دي كده سليمه. في ناس بتركب المزراب ده، بتفك من المزراب من هنا وبتركب السقف، تفك القشره وتركب القشره تاني. ولكن السقف عموما بيتقطع الجزء ده كده من اول هنا اهو، من هنا وهنا وهنا. فاحنا الجزء ده هندقق عليه بقى واحنا بنفحص الدواخل. هنيجي نفحص بقى الدواخل بتاعت العربيه، هنسمع القايم من هنا. او الاول هنبص على القايم، في اي بوش، في اي معجون شايل اي حاجه. هنشوف اهو عند صوت رنان من بره من هنا اهو سليم. احنا الاول زي ما قلنا هنفحصه من بره اهو، من هنا الحته دي ما فيهاش معجون، فبديهي ان مش هنلاقي فيه هنا معجون. القايم لما بتلحم بتبقى قصه كبيره، فلازم ان هو ايه بيتمعجن، بيشم سنه معجون اهو. ما فيهوش اي حاجه اهو، هنلاقي ما فيهوش اي حاجه. هننزل تحت هنا برده، عايزين نبص على القايم كله اهو. كل ده صوت رنان، مش شايل اي معجون. الورقه بتاعه العربيه او الورقه اللي بتبقى فيه ورقه بيانات لازم تبقى موجوده في العربيه، تبقى موجوده هنا على القايم، لازم تبقى موجوده، تبقى حالتها سليمه اهو، ما فيهاش اي حاجه. القفل او اللوك الكالون اللي بيبقى هنا ده لازم تتاكد ان هو سليم، ما فيهوش اي لعب، يعني حتى المسامير بتاعته ما لهاش اي تجاريح اهو. والمسامير بتاعت الابواب من هنا ما تلاقيش عليها تجاريح اهو. كل ده من هنا سليم. العتبه من هنا برضه ما فيهاش اي حاجه. عصب القايم نفس الكلام، كل ده صوت رنان، كل ده صوت رنان. برضه هنبص هنا على القفل بتاع الباب او المفصله بتاعت الباب، هنلاقي برضه ما فيهاش اي لعب ولا اي حاجه. ده كده هنمشي بالاختبار ده كده عن كل حاجه. طب القايم النص الامامي بيركب منين؟ النص القداماني بيركب يعني من اول هنا كده مثلا، بيقطع من العتبه من هنا ايا كان بقى، بيقطع العتبه من هنا ويلحم من هنا لهنا. ده كده غالبا بيبقى النص الامامي. وفي ناس ثانيه بتقص، قصدي الربع الامامي عفوا. النص الامامي بيركب من هنا من عند القايم، او في ناس بتركب من بعد القايم كده، وفي ناس بتركب من اول القايم، يعني بتاخد القايم الجديد كل ده وتنزل من هنا، يعني من خط النص ده هنا اهو سليم ما فيهوش اي حاجه. وطبعا القايم بيركب معاك جديد اهو، يعني مش هتلاقي فيه اي شغل. نيجي للجزء الخلفي هنا، الربع الخلفي ممكن في ناس بتركب من اول الشنطه من هنا كده. احنا طبعا لسه هنفحص الشنطه هنا، كل ده تمام. فخده القايم الجزء ده اتاكد ان هو ما فيهوش معجون برده اهو، كل الكلام ده اهو ما فيهوش اي معجون. شكيت وشايف ان العربيه مثلا ممكن، لا انا كده برضه قلبي مش مطمن، هنحاول ننزل الجلد. هنيجي بقى نبص لو احنا مش متاكدين، هننزل الجلد كده بالراحه ونشوف ده فرق الصاج. ده حاجه اسمها ذنب صغيره كده، بيبقى اسمها ذنب. الذنب دي اتاكد انها موجوده زيها من الناحيه الثانيه، يعني هم الاثنين انا ماسكهم اهم، وادي اثنين اهم انا ماسكهم اهي، نفس القصه. كل دي الذنب اللي بتلحم الصاج في بعض. لو العربيه معموله مش لو العربيه مثلا ملحمه او مقطعه هتلاقي، او عامله حادثه لا قدر الله مردوده، مش هتلاقي الذنب دي قصاد بعض، او هتلاقيها يعني بص دي كده شكلها واحد، هتلاقي ان شكلها مش مظبوط. هتبص من هنا وتبص من جوه هتلاقي ان الذنب واحده. هتبص بين الذنب يعني بين الصاج من هنا في اي معجون او في اي حاجه مملي بيها
فيها هتلاقي ان لا، اعرف ان العربيه دي تمام ما فيهاش اي مشكله. ده في حاله ان انت عايز تتاكد اكتر بقى، لو انت يبقى انت ضامن الحاجه 100%. دي كده تمام التمام. هنبص على الابواب، الابواب برضو مهمه. هنبص على الابواب من هنا هنلاقي في حاجه اسمها فليتو. الفليتو اهو، ده طول ده كل ده كده خط الفليتو. الفليتو تعرف ان هو اصلي ولا لا؟ لو لقيت الفليتو ناشف اعرف ان ده اصلي، لقيت الفليتو عامل زي اللبانه انت تضغط عليه تلاقيه رايح وجاي معاك، اعرف ان ده مضروب، بيبقى اعرف ان الباب ده كان فيه مشكله. الباب ده واحنا قلنا اصلا من بره باب فابريكا اهو، مش شايل اي معجون خالص. هنعمل الفحص ده بقى على الابواب، على الاربع ابواب. انا مش عايز اطول عليكم الفيديو قوي. نيجي بقى لاهم حاجه وهي فحص الكبوت. هنفحص الحوض بتاع العربيه بمعنى ادق، هنشوف الحوض بتاع العربيه ده ايه الدنيا فيه، الدنيا تبقى عامله ازاي واحنا بنفحصه. يلا بينا. هنيجي بقى للحوض بتاع العربيه. خلونا الاول كده نلقي نظره عامه على الموتور بتاع العربيه او الشكل بتاع العربيه، الحوض بتاعها عامل ازاي، هنلاقي ان هو تمام ما فيهوش اي مشكله. هنبدا اول حاجه نتجه عليها الجزء ده اللي هو الشنب او الستاره الاماميه. هنبص هنلاقي عليها هي ذنب اهي، الزنب اهي كلها هي تمام في مكانها. المسامير دي اتاكد انها ما عليهاش اي شغل، ما فيش عليها اي تجريح او اي حاجه، هنلاقي ان هي سليمه من هنا. برده الفوانيس اهي، ده قصدي المسامير بتاعت الرفارف اهي، كل ده اهو مش هتلاقي عليه اي شغل تمام. الجزء ده كله اهي مسامير اهي ما فيهاش شغل. المسامير بتاعت البطاحات عادي برده ما عليهاش شغل اهو. الناحيه الثانيه زي الناحيه الثانيه المسامير بتاعت الفانوس والشبكه، كل ده باين ان هو فابريكا مالهوش ولا خدش، فاعرف ان كده الوش ده ما اتحلش تمام. لقيت تجريح والكلام ده تخبط اهو زي ما احنا عارفين اهو، كله اهو الستره الناه، لو عليه اي شغل هياخد معجون تمام. من هنا نفس القصه تمام. نيجي نبص على البطاحه بتاعت العربيه. طبعا الصوت في الدواخل لازم تلاقيه انشف واكتم من بره ولكن ما بيطبلش، يعني الصوت اكتم ولكن ما بيطبلش، خلي بالكم من الفرق اهو. كل ده كده الصوت تمام. نيجي نبص هنا اهو كل ده تمام. نبص على المفصله بتاعت الباب، المفصله بتاعت الرفرف عفوا، بتاعت الكبوت قصدي اهي، مالهاش اي شغل خالص خالص تمام. عايزين نتاكد بقى، نبص على الكبوت بتاع العربيه اهو. الفليتو انا عايز اوريكم الفليتو اهو، ده الفليتو. لو لقيت الفليتو ده طري عامل زي اللبانه اعرف ان ده مش الفليتو الاصلي، ولكن الفليتو الاصلي بيبقى ناشف، يعني الفليتو حتى انا بضغط عليه الفليتو ناشف تحت ايدي، باين الكبوت ما فيهوش اي شغل ولا الدواخل بتاعت العربيه فيها شغل. الصدر من هنا برضه لازم تبص عليه قوي. وعندنا هنا فرد الشاسيه اهي، فرده الشاسيه اهي، حتى مش عارف باينه من هنا اللي هي دي، هتلاقي عليها ذنب. اتاكد الذنب دي تمام ومظبوطه ولا لا، ولا فيها اي مشكله. هنبص فين تاني اهي، يعني احنا عايزين حتى نمد ايدينا لازم نتاكد اهو. اديكوا سامعين اهو صوت الرنه، ما لهاش اي سنه معجون. فرده الشاسيه الناحيه الثانيه، فرده الشاسيه الثانيه هي تحت هنا انا مش عارف اوصل لها تمام، ولكن يعني باين ان وش العربيه اصلا مش محلول، بس انت طبعا لازم ايه يعني تمد ايدك وتعافر شويه فيها. انا مش عارف ادور عليه، يعني مش عارف امسكها عشان الكاميرا يعني وكده، ولكن باين ايه العربيه كده تمام. بص برضو على الجزء اللي جوه ده اللي هو الصدر ده اهو، كله بيرن. كل حته في العربيه تلاقيها متقفله مع حته ثانيه لازم هتسمع فيها، او لازم عفوا هتلاقي فيها ذنب. ده احنا كده فحصنا الحوض بتاع العربيه. خلونا نرجع على الشنطه بتاعت العربيه ونبص عليها. خلونا نبص بقى على الشنطه بتاعت العربيه، طبعا بعيدا عن الحاجات اللي في الشنطه يعني، ولكن الاول هنبص كده هنا، تشوف في فرق لون هنا بين هنا وهنا لان مفيش حاجه تمام. نبص هنا دي ذنب، كل دي ذنب. نبص هل في زيها الناحيه الثانيه ولا لا اهي. ادي الزومبا ودي الزومبا الثانيه، ممكن مش باين شويه من التراب. نبص على الشنطه، باب الشنطه نفسه هل في لعبه او لا. ادي مسامير سليمه ما فيهاش اي تجاريح او اي حاجه. نبص زي الناحيه الثانيه، الباب ده اتحل قبل كده او لا، باين ان الباب ده ما اتحلش. هنبص حاله الباب بتاع الشنطه نفسه عامل ازاي، نلاقي انها تمام. القفل ذات نفسه ما اتلعبش فيه. الفليتو هل الفليتو مظبوط؟ الفليتو مظبوط 100 100، الفليتو ناشف تمام. هنبص على حاله الشنطه نفسها عامله ازاي. الستاره الخلفيه دي مهمه قوي قوي قوي، يعني لازم تتاكدوا انها سليمه. وحاله الاستبن طبعا ايه مش هنعرف نشوف طبعا حاله الاستبن، يعني احنا لازم بنبص على الحوض بتاع العربيه الذنب بتاعته عامله ازاي. برده هنراجع على الذنب، نشيك على الذنب كلها، كل حاجه تمام تمام ما فيهاش مشكله، يبقى نتاكد ان كده الدنيا مظبوطه وتمام. هنبص على الستاره الخلفيه دي، هل العربيه ماشيه من هنا ميه واحده او لا.
الفبر ده يعني انت ممكن تحتاج لحد متخصص ان هو يفكه وتبص على الشنطه كويس، ولكن هو بيبان من الحاله العامه للعربيه عامله ازاي، يعني باين كان الستاره الخلفيه ما فيهاش اي مشكله، زي ان الشنطه نفسها ما فيهاش اي مشكله. فاحنا كده شيكنا على الدواخل بتاعت العربيه كلها ما لقيناش فيها اي مشكله. حسيت بان العربيه مش مظبوطه، فيها بارومه، فيها صدى، فيها اي حاجه، كل الكلام ده بينزل من ثمن العربيه، ما تخليش حد يضحك عليك. كده الشنطه بتاعت العربيه سليمه، تامنا على القوايم وعلى فرد الشاسيه وعلى الحب بتاع العربيه وكل حاجه. بقى احنا كده خلصنا الفحص الثاني اللي هو الفحص بتاع الدواخل بتاعت العربيه. خلينا نتجه بقى بعد كده لفحص الميكانيكا ونشوف حاله العربيه ميكانيكيا عامله ازاي. نيجي بقى بعد كده للفحص بتاع الميكانيكا. فحص الميكانيكا اول حاجه هنبص عليها هي الموتور، بعد كده هنبص على الفتيس، ومن ثم العفشه بتاعت العربيه. 3 حاجات مهمين جدا وهعلمك ازاي تفحصهم ببساطه جدا وهتطلع اي عيب فيهم. اولا هنبدا بموتور العربيه. خلونا نبص على حاله الموتور بتاع العربيه. هل الموتور ذات نفسه فيه باين فيه اي فك او اي حاجه؟ دي المسامير دي بتدلك. هل نبص بقى على الموتور من الجنب ده كده اهو، ده كده جايب لك الموتور يعتبر، يعني هي جايبه بالعين، ده الوش اهو بتاع العربيه، كل حاجه او وش عفوا بتاع الموتور كل حاجه ايه تمام، مفيش اي ترشيح زيت، مفيش اي حاجه. مش عارف باين من عندكم ولا لا، ولكن هي بالعين بتبان. يعني انا مش عارف اتحرك قوي عشان الكاميرا. تمام اهو من هنا برضو نفس الكلام. نبص على الموتور من الناحيه دي هنلاقي ان هو الوش بتاع الموتور ما فيهوش اي مشكله خالص، ولا في زيت طالع ولا اي حاجه. تمام برضو هنا عمال بحاول ان انا اظبطها لكم والله اهو تمام، مفيش اي مشكله خالص. نبص برضو هل في اي ترشيحه زيت او لا، مفيش اي حاجه، كل الدنيا تمام. هنبص على الغطا بتاع الزيت. لازم تتاكد من الزيت بتاع العربيه. تفتح كده بسم الله وشوف في اي بخر زيت، في اي حاجه، هل الغطا ده عليه زيت او عليه عفوا مطحن او اي حاجه او لا، فاعرف كده ان الدنيا تمام اهو. بعد كده عايزك تبص على الزيت بتاع الموتور، تفحص الزيت. بس طبعا العربيه اللي معايا سخنه فايه ممكن الزيت ما يبقاش باين قوي يعني، فاحنا لازم نستنى الزيت يبرد. ولكن باين اهو من مقياس الزيت ان الزيت تمام مفيهوش مشكله. تمام الزيت مش محروق، مفيش اي حاجه فيه، الزيت مش مسود. تمام بعد كده انا عايزك طبعا في الفحص تاخد براحتك قوي. يعني صاحب العربيه يقول لك اي حاجه قول له انا بشتري عربيه بفلوس، ما بدفعش فيها فلوس في الارض. تمام الفتيس بتاع العربيه باين من الفتيس برضو ان ما فيهوش اي مشكله، يعني الفتيس هو ولا في زيت عليه ولا اي حاجه، فمعنى كان الفتيس بتاع العربيه ده تمام. خلينا بقى ندور ونشوف العربيه، او لما ندور العربيه نشوف العربيه هتبقى عامله ازاي، يعني صوت الموتور هيبقى عامل ازاي اهو. عايزك قبل ما تدور افحص بقى الفتيس بتاع العربيه ازاي. بس ندور بس الكونتاك. العربيه دي مانيوال، نفحص الفتيس بقى ازاي. اولا هتلم الدبرياج على الاخر، تجيب كده تقبض ايدك وتجيب على الاول، ادي التاني، ادي التالت معانا، الرابع، الخامس، وادي المرشدين. نسمع هل في اي تنتيش في اي حاجه وانت بتجيب من فتيس من نقله لنقله عفوا او لا. هتلاقي ان كل حاجه تمام، فتيس ذات نفسه ناعم ولا خشن تحت ايدك. تمام ننور العربيه وندور بسم الله. يعني احنا شفنا العربيه موتور لقط في ثواني. نطلع بقى نسمع صوت المكنه ذات نفسها. صوت المكنه ثابت، المكنه ذات نفسها ثابته ولا لا، ولا فيها اي مشاكل وهي دايره، يعني في صوت تكتكه، صوت ترزيع، صوت اي حاجه هتلاقي باين قوي منها. عايزين نمسك العربيه دي البنزين بتاعها سلك، فهندور كده نقرص ونشوف. نقول الاكسلاتير، اسمعوا الصوت، شوف الصوت واضح ومظبوط ولا العربيه في صوتها مكتوم او اي حاجه. باين كده الموتور تمام ما فيهوش اي حاجه. نرجع بقى نشوف العادم. بصوا حتى العربيه مفيش تحت العادم مفيش اي حاجه خالص اهو، يعني مفيش اي حاجه نزلت، زيت، دخان، مفيش اي دخان بيطلع او اي حاجه. تمام ادي العادم اهو، احط ايدي تحته شوف كده مفيش اي حاجه. ده طبعا ده الهبو ده طبيعي. شم يعني شوف كده، هل يعني خلي حد مثلا معاك يساعدك يحط لك ورقه او منديل تحت العادم واضغط بنزين
شوف هل هيطلع اي حاجه عليه زيت او اي حاجه او لا، عشان برضو تتاكد الموتور بتاع العربيه سليم او لا. احنا كده اتاكدنا الموتور ما شاء الله باين ان هو مظبوط. خلينا نبص بقى على العفشه بتاعت العربيه. عفشه العربيه دي تتفحص ازاي؟ اولا هنبص على المساعدين بتاعت العربيه، تيجي زي ما انا عامل كده كانك ايه بتعمل انعاش لحد، تقوم جاي كده تضغط تشوف هل المساعد بيجيب معاك بينزل وبيطلع ولا لا. هنجرب الكلام ده على العربيه من كل الاتجاهات، يعني الاربع مساعدين هنجرب عليهم اهو يعني في حركه مضاده اهو، بيروح ويجي معايا مساعد تمام. المساعد مش ناشف قوي يعني اللي هو محجر ما بيتحركش، او مثلا ان هو ما بيجيبش معايا اساسا، ما يعني بينزل وبيطلع بالراحه والعربيه تتنطط، بعرف كده ان في مشكله في المساعد. هتبص على الطنابير، حاله الطنابير عامله ازاي، حاله المساعدين من هنا، هل المساعد ضارب زيت او لا. لازم نكسر الطاره يمين او شمال ونبدا ان احنا نبص. هنفتح كده العجل ونشوف من هنا هنلاقي في اي بوش، في اي حاجه في المقصات، في اي مشكله في المقصات او لا، في اي مشكله في المساعد ضارب زيت او لا. وهنرجع نبص نشيك برده من الناحيه الثانيه بالمره واحنا تحت، هنبص هل العربيه في تحتها اي ليك زيت او بقعه زيت او اي حاجه. هنلاقي برده مفيش حاجه، بنعرف كده ان العربيه بالمره الموتور ما بيسربش زيت ولا من فوق ولا من تحت ولا في اي تسريب ميه ولا اي حاجه. هنلاقي ان هنا مساعدين سليمه ما فيهاش اي مشكله. يبقى كده برده العفشه سليمه من العربيه لحد دلوقتي، العفشه سليمه. وانت بتلف الطاره كده شوف هل الطاره خشنه معاك او لا. هنيجي نبص برده ورا كده هنلاقي هل العربيه عامله ازاي من ورا، هل الطنابير تمام، العفشه تمام. ده الكلب ده عامه احنا لقيناه واحنا بنصور هنا وباين ان هو مختوم يعني هو متطعم. على العموم الطنابير من هنا سليمه ولا لا؟ تمام. بص برده على اي حاجه هنا. هل المساعدين بقى احنا مش هنشوفها من هنا، لازم ان احنا ندقق قوي، يعني لازم العربيه دي تترفع او انت هتنزل تحت العربيه. انا طبعا مش عارف انزل تحت العربيه لانها معيش دواسه، ولكن هنتاكد هل هي سليمه ولا لا من حاله الطنابير وحاله العفشه عموما. زي ما قلنا هنرجع نضغط على المساعد اهو مساعد بيجيب معايا، بيروح ويجي معايا. نعمل زي كده برده الناحيه الثانيه، مساعد بيروح ويجي معايا او لا اهو، نفس الكلام باين. فاحنا كده اطمنا ان العفشه سليمه ما فيهاش اي مشكله، الميكانيكا بتاعت العربيه كامله سليمه ما فيهاش مشكله، سواء موتور فتيس او العفشه بتاعت العربيه تمام ما فيهاش اي مشاكل. نخش بقى اخيرا للفحص بتاع التابلو بتاع العربيه، او عامه قصدي عفوا الفحص بتاع الصالون بتاع العربيه، نشوف العربيه ذات نفسها من جوه عامله ازاي. خلونا نشوف كده التابلو ذات نفسه فيه اي تشقيقات او اي مشاكل او اي حاجه او لا. تمام هنا مفيش، يعني التابلو باين ان هو حالته نظيفه سليمه. تمام من هنا نفس الكلام برضو تمام، برضو كل حاجه هنا تمام يعني مفيش مشكله. الكسوه بتاعت الفرش باين انها محترمه. تمام نبدا نبص برضو نفحص نشغل الكونتاكت ونشوف العربيه دي عامله قد ايه. وعلى فكره لمعلوماتكم يعني العربيه بيبقى متوسط استهلاكها في السنه 25000 كيلو، يعني كل سنه تعمل 25000 كيلو متوسط، وده كده استهلاك ممتاز. اكتر من كده يبقى يعني اكتر من كده يعني العربيه بتبقى مهلوكه. تمام العربيه اللي معايا دي موديل 2022 فعامله 17000 كيلو، يعني عامله يعني استهلاكها قليل جدا. يعني معنى كده العربيه دي يعتبر ما شمتش طريق. العربيه دي على فكره انت يعني صاحبي بتاعت صديقي عامه وصديقي محافظ عليها جدا. هنبدا ان احنا نشيل الكسوه دي كده نشوف الكسوه نفسها، الطاره نفسها فيها اي تشقيق، فيها اي مشكله او اي حاجه. لا الطاره من هنا تمام، باين انها استهلاكها ادمي. يعني في ناس بتستهلك العربيه بطريقه مش حلوه. نبدا ان احنا اهو يعني نفحص نشوف الاف ام بعيدا عن الدوشه يعني، بس هو ايه السماعات شغاله يعني احنا عامه لسه مجربينها اساسا العربيه بتاعت صديقي فكده تمام. يعني نبدا بقى نبص على باقي الشغل في العربيه الكهرباء، نفحص الاقي النور شغال بره اهو شغال. فيها اي حاجه تانية النور بتاع العربيه ذات نفسه الواطي شغال. دلوقتي الاشارات تخلي حد معاك يبص لك برضه على الحاجه. يعني انت هتجرب بقى كل حاجه في العربيه من هنا نور الفوجات تمام، كل حاجه. ده التحكم في المرايات تتاكد انها شغاله. انا طبعا مش عايز العب بس في وضعيه المرايات. ده القوه بتاعت الاضاءه. نبص بقى ندور ونشوف التكييف، ده اهم حاجه عندنا. الاول هنجرب المروحه ذات نفسها شغاله ولا لا اهو. مروحه شغاله. شغل بقى التكييف تبريد بقى. الاول سمعنا اهو لقطه الكباس، الكمبريسور بتاع التكييف لقط واشتغل. التبريد بقى بتاع التكييف ده انت لازم تستنى في العربيه على الاقل مثلا مش اقل من 5-6 دقائق كده، شوف الدنيا عامله ازاي فيها اهو. بس انا عامه يعني هو التكييف بدا يجيب بارد وعايزك تتحرك والتكييف شغال، يعني اتحرك والتكييف شغال، شوف الدنيا عامله ازاي، التكييف عامل ازاي. تمام
نرجع بقى ورا. نبص على الكنبه بتاعت العربيه. طبعا بس نلم بس الحاجه بتاعتنا. فرش الابواب عامل ازاي؟ حاله فرش الباب بتفرق جامد معانا. فرش الباب طبعا من هنا بصيت عليه طبعا ما لقيتش فيه اي مشكله، ما فيهوش اي عقبات خالص. نبص هنا اهو، مفيش اي تقطيع، مفيش اي حاجه خالص مبوظه الفرش. تمام تمام كده. عرفنا ان الصالون بتاع العربيه سليم برضو، وان صاحب العربيه محافظ عليها والدنيا فيها تمام. الاستوفه برضو اتاكد انها سليمه ما فيهاش اي مشكله. كل الكلام ده بيفرق معاك صدقني. نبدا بقى نطلع بالعربيه بعد ما فحصنا العربيه ولقينا الدنيا كلها تمام. نطلع بالعربيه نشوف العربيه عامله ازاي على الطريق. نطلع نجرب العربيه في المشي عامله ازاي. برضو احنا واقفين لازم تبقى العربيه دايره. تجيب العربيه كلها على يعني الطاره كلها تجيبها يمين وبعدها تجيبها تاني شمال. يعني تكسر الطاره كلها بالكامل يمين وتكسر الطاره بالكامل كلها شمال عشان نشوف العربيه عامله ازاي. في صوت تكتكه، في صوت اي حاجه، في صوت صفاره من علبه الدركسيون، اعرف ان العربيه دي فيها مشكله ومحتاجه اصلاح. فتحتاج ان انت توديها الفني يقيم لك المشكله اللي فيها عامله ازاي. دينا مشينا بالعربيه واضح انها ما فيهاش اي مشكله. انا عايزك تطلع تجيب بالعربيه على الاقل 120. ده طبعا مش فهلوه يعني، بس انت تجيب 120 عشان نعرف هل العربيه فيها مشكله او اي حاجه او لا. لان اغلب المشاكل بتظهر ما بين ال 60 لل 120. هل العربيه محتاجه ترصيص امامي، محتاجه ترصيص خلفي، محتاجه اي شغل، فده بيبان لما العربيه بتمشي على الطريق. انا مش محتاج اقول لك يعني اكتر من كده. العربيه احنا ماشيين بالعربيه يعني 100 100 ما فيهاش اي مشكله خالص. تروح بالعربيه يمين، تروح بالعربيه شمال، تجرب كل حاجه وانت ماشي. احنا حتى نجرب التكييف اهو، اشغل لكم التكييف وانا ماشي يعني هنشوف هل التكييف فيه اي مشكله او اي حاجه او لا. حتى الطريق فاضي. مع التكييف، هل التكييف في اي مشكله؟ التبريد بتاع العربيه عامل ازاي؟ انا مشغل التكييف تمام يعني. تمام مفيش اي مشكله خالص. كل ده انا ماشي مفيش اي مشكله خالص. انا شايفها لحد دلوقتي ما شاء الله. كل ده جايب ال 100. انا مش راضي برضه اقرص على العربيه. انا جبت ال 120 مفيش اي مشكله اطلاقا يعني في العربيه. خليني بقى اقول لكم كده كام نصيحه وانت بتشتري عربيه مستعمله. الاول قبل اي حاجه، الاول اعرف احتياجك من العربيه. انت محتاج عربيه ليه؟ يعني انت مثلا واحد انا بشتغل على سبيل المثال، هل شغلي كله سفر فمحتاج عربيه تقيله في السفر وعربيه تتحمل السفر والمشقه، او ان انا شغلي كله جوه المدينه فمحتاج ان انا عربيه اقتصاديه عشان ما تستهلكش مني بنزين كتير لو في زحمه او كده. طبعا الكلام ده كله بيفرق. هل انا مثلا بشتغل او ان انا استخدامي كله في طرق غير ممهده او استخدامي في طرق ممهده ومتسفلته وكل حاجه تمام، فانت مش هتحتاج ان انت عربيه مثلا واطيه. يعني مش هتحتاج عربيه واطيه لو انت الطرق غير ممهده. انما لو طرق عربيتك يعني طرق ممهده عندك فانت عادي مش تفرق معاك لو العربيه واطيه شويه، مش يعني مفيش مشكله. برضو هتحط الميزانيه بتاعت العربيه. سي مثلا انت حاطط ميزانيه مثلا نص مليون 500,000، حاطين في ال 500,000 دول الميزانيه بتاعتنا مثلا هنجيب لنا عربيه. يعني مثلا هنشوف مثلا احنا بندور على عربيه، لا هنختار عربيتين ثلاثه نختار ما بينهم. يعني مثلا سي اختار عربيه اي وبي وسي، اختار ما بين الثلاث عربيات دول، اشوف عربيه من دي واشوف عربيه من دي واشوف عربيه من دي واشوف انهي فيهم انا هرتاح لها اكتر وانا عربيه فيهم هتعجبني اكتر. وكمان لو لقينا العربيه واستقرينا على العربيه، خلاص استقريت على عربيتين ثلاثه في دماغي، هبدا ان انا ادور عليهم مع حد من المعارف. يعني مثلا يعني بالترتيب كده وانت بتشتري، اشتري من حد من المعارف سواء بقى جيرانك اصدقائك او حد من قرايبك. بعد كده الاتجاه الثاني ان انت تتجه للانترنت، واخر حاجه هتتجه فيها وهتتجه على المعارض. دي خليها اخر طريق ليك. يعني انت اولا هتتجه على المعارف والقرايب والجيران وما الى ذلك. بعد كده هنخش على الانترنت، هنلاقي عندنا مثلا زي موقع اوليكس او هتلاقي دول مواقع اكتر مواقع اللي هنلاقي فيها
عربيات مستعمله كتير، وبرده على مواقع السوشيال ميديا هتلاقي في عربيات كتير قوي، وهتلاقي في اعلانات كتير قوي على العربيات. واخيرا ثم اخيرا نلجا للمعارض، دي اخر اختيار خليك تروح له. ولو استقريت على العربيه خلاص اللي انت هتشتريها، يعني خلاص هي العربيه فعلا انت هتشتريها، لازم ومهم قوي ان انت تجربها، تشوف انت العربيه مشيتها عامله ازاي، مرتاح انت في العربيه اساسا ولا لا. يعني انت زي ما قلنا احنا اتفقنا على عربيتين ثلاثه، نشوف العربيتين ثلاثه دول مع حد احنا نعرفه ونجرب العربيه، نشوف العربيه تستاهل في المشي وانا مرتاح للعربيه، فخلاص اقرر ان انا اشتري زيها او لا.